أنا اسمي تامر وعايش في قرية صغيرة بعيدة عن الزحمة. القرية بتاعتنا معروفة بإنها هادية، بس في نفس الوقت فيها حاجات غريبة بتخوف الناس. واحدة من الحاجات دي هي المقابر القديمة اللي في طرف القرية. كانوا دايما بيحكوا لينا قصص عن المقابر دي، لكن أنا عمري ما كنت مصدق. وأنا النهاردة هحكي لكم عن اللي حصل معايا، وأنا ندمان إن أنا غامرت. في ليلة من الليالي وهو الوقت متأخر بعد نص الليل، قررت أروح لبيت صاحبي هاني. الطريق كان ضلمة ومفيش نور خالص، فقررت أختصر الطريق وأعدي من جنب المقابر. وأنا ماشي حسيت إن الجو بقى برد جدا فجأة، وحسيت بحاجة مش طبيعية في المكان. وأنا بقرب من المقابر شفت حاجة بتتحرك في الضلمة، بس كان في ضباب بيملى المكان، وكنت حاسس إن أنا مش عارف أتنفس. كان الهوا تقيل. قلت لنفسي إني لازم أكمل وأخلص بسرعة من المكان ده. أول ما عديت جنب قبر قديم كده سمعت صوت خطوات تقيلة جاية من ورايا. اتجمدت مكاني ولفيت بسرعة، لكن ما كانش في حد. قلت أكيد ده وهم ولا حاجة وكملت مشي. وأنا بكمل طريقي سمعت صوت حد بينادي باسمي. الصوت كان غريب ومرعب، حسيت إنه مش صوت بني آدم أو صوت واحد جاي من مكان مكتوم، كأنه جاي من جوه القبور. حاولت أطنش وأمشي أسرع، لكن الصوت فضل يقرب أكتر وأكتر. قلبي كان بيدق بسرعة ورجلي كانت بتترعش من الخوف. قررت أطلع التليفون علشان أنور طريقي وأشوف إيه اللي بيحصل، بس للأسف البطارية كانت ضعيفة والإضاءة ما كانتش كفاية. وأنا بحاول أفهم إيه اللي بيحصل، فجأة شفت شخص طالع من القبر اللي عديت من جنبه. الشخص ده كان شكله مرعب بشكل مش طبيعي، عيونه كلها سواد وشعره طويل ومغطي على وشه. الشخص ده كان بيتحرك ناحيتي ببطء، وأنا ما كنتش عارف أتحرك من مكاني. حسيت برعشة في جسمي وحاولت أجري، لكن رجلي كانت مشلولة من الخوف. الشخص ده كان بيقرب أكتر وأكتر، وحسيت إن مش هتعدي الليلة دي على خير. دي كانت البداية، وحياتي اتقلبت من اللحظة دي. بعد ما شفت الشخص ده طالع من القبر حسيت إني مش هقدر أتحرك. كان كل حاجة حواليا ضبابية، والصوت الغريب اللي بينادي باسمي بقى أعلى وأعلى. الشخص ده قرب مني بسرعة وشكله كان بيزداد رعب. مع كل خطوة كنت بحاول أقاوم الرعب اللي جوايا وأجري بأقصى سرعة، لكن رجلي كانت مشلولة من الخوف وما قدرتش أتحرك. الشخص ده وصل جنبي وحسيت بإيده الباردة بتلمسني. في اللحظة دي قلبي كان هيقف وحسيت إني خلاص مش هعيش. لكن فجأة نور قوي ظهر في المكان. كان في حد ماشي في الطريق ومعاه كشاف. النور خلاني أقدر أتحرك، والشخص المرعب ده رجع خطوة لورا. استفدت من اللحظة دي وطلعت أجري بأقصى سرعة. وأنا بجري كنت بحس بصوت خطوات ورايا وكان بيقرب مني بسرعة. وصلت لحدود المقابر، لكن فجأة حسيت بحاجة بتمسكني من رجلي وبتشدني لورا. اتكعبلت ووقعت على الأرض وبصيت حواليا، لقيت الشخص المرعب ده واقف فوقي بنظرة مميتة في عينه. حاولت أقوم وأجري تاني، لكن كان ماسك فيا بقوة. كنت بصرخ بأعلى صوتي لكن مفيش حد سمعني. في اللحظة دي الشخص ده بدأ يتكلم بصوت غريب ومخيف وقال: انت افتكرت انك هتهرب مني؟ الرعب لسه مخلص. حسيت بالرعب ماليني من كل ناحية وحاولت أفلت منه بأي طريقة. فجأة الشخص اللي كان معاه الكشاف قرب أكتر والنور بقى أقوى. الشخص المرعب ده بدأ يرجع لورا أكتر وأكتر وسابني أتحرك. استفدت من اللحظة دي وطلعت أجري تاني لحد ما خرجت من حدود المقابر. كنت مرعوب ومش عارف أعمل إيه، ونسيت أصلا إن أنا رايح لصاحبي. جريت بأقصى سرعة لحد ما وصلت لبيتي وقعدت أفكر في اللي حصل. كنت حاسس إني مش هقدر أنام تاني ولا هقدر أعيش حياتي زي الأول. الرعب كان مسيطر عليا والكوابيس كانت بتطاردني في كل ليلة. حياتي بقت مليانة رعب. كنت كل يوم بنام فيه بحس إن الكوابيس دي بتطاردني، وكل صوت في الليل بيفكرني بالشخص المرعب ده. بس اللي حصل بعدها كان أكتر رعب. في يوم من الأيام قررت أحكي لصاحبي هاني عن اللي حصل معايا. هاني كان دايما واقف جنبي وكنت محتاج أفضفض معاه عشان أفهم اللي بيحصل. قابلته في الكافيه اللي بنقعد فيه دايما وبدأت أحكي له عن الشخص اللي شفته في المقابر. هاني حاول يهون عليا وقال لي
إنها أكيد هلوسة من التعب، لكن وأنا بحكيله شفت حاجة غريبة في مراية الكافيه. شفت الشخص المرعب ده واقف ورايا بنظرة مميتة في عينه. اتجمدت مكاني وهاني سألني: مالك يا تامر؟ ايه اللي حصل؟ بصيت ورايا بسرعة لكن ما كانش فيه حد. قلت لنفسي إن أكيد ده خيال، وحاولت أكمل كلامي مع هاني، لكن الشخص ده بقى يظهر لي في كل مكان، في البيت، في الشارع، حتى في شغلي. كل ما أغمض عيني بشوفه قدامي، وكل ما أفتح عيني بلاقيه بيبصلي بنظرة مليانة رعب. في يوم وأنا راجع من الشغل حسيت إني لازم أواجه الشخص ده عشان أفهم إيه اللي بيحصل. قررت أرجع للمقابر تاني رغم إني كنت مرعوب، ويا ريتني ما فكرت ولا فكرت إن أنا أرجع. أنا قلت لهاني صاحبي إني محتاج مساعدة، وكتر خيره قرر يجي معايا بعد اللي حكيتهوله. وصلنا المقابر في الليل وكان المكان هادي جدا، وأنا ماشي في الطريق حسيت بنفس البرودة اللي حسيت بيها في الليلة الأولى. هاني كان واقف جنبي وحاول يهون عليا، لكن فجأة سمعنا صوت خطوات تقيلة جاية من ورانا. اتجمدنا في مكاننا وبصينا حوالينا. الشخص المرعب ده ظهر تاني وبدأ يقرب مننا. هاني حاول يطلع التليفون عشان ينور الطريق، لكن الشخص ده كان أسرع. مسك هاني من دراعه وسحبه بقوة. حاولت أقاوم وأساعد هاني، لكن الشخص ده كان قوي جدا. في اللحظة دي حسيت إن مفيش أمل. هاني كان بيصرخ وأنا ما كنتش عارف أعمل إيه، لكن فجأة افتكرت النور اللي كان خوف الشخص ده في الليلة الأولى. طلعت التليفون وحاولت أنور بأقصى قوة. الشخص ده رجع خطوة لورا، وهاني استفاد من اللحظة دي وطلع يجري، وأنا كمان جريت وراه، وخرجنا من المقابر بأقصى سرعة. وصلنا للبيت وكنا مرعوبين ومش عارفين نعمل إيه. أنا وهاني كنا متأكدين إن الشخص ده مش هلوسة. الرعب كان مسيطر علينا لدرجة إننا ما كناش قادرين ننام أو نعيش حياتنا بشكل طبيعي. في بقى شيخ للقرية هو الكبير اللي فيها، وهو اللي عارف كل الحكاوي واللي بيحصل في القرية دي. قررنا إن احنا نروح له عشان نفهم منه إيه الحكاية بالظبط. رحنا للشيخ وحكينا له كل حاجة. الشيخ قال لنا إن الشخص اللي بنشوفه ده والقبر اللي بنتكلم عنه بالتحديد هو قبر الواحد اسمه حبيب. حبيب ده كان معروف إنه سفاح زمان، وأهل القرية قتلوه ودفنوه في المقابر دي. القصة دي خلتنا نفهم إن روحه ممكن تكون بتدور على الانتقام. قررنا إننا لازم نرجع للمقابر مرة أخيرة عشان نحاول نريح روحه، ومش عارف رجعنا ليه، بس حصل اللي حصل ورجعنا في الليل ومعانا كل الأدوات اللي قالنا عليها الشيخ، زي مصحف وكشاف قوي. وصلنا للمقابر وبدأنا نمشي ببطء لحد ما وصلنا للقبر بتاع حبيب. وأنا وهاني واقفين قدام القبر حسينا بالبرودة من تاني، والصوت الغريب بدأ يظهر. فجأة الشخص ده طلع من القبر بسرعة واتجه ناحيتنا. هاني حاول ينور الكشاف بأقصى قوة، وأنا بدأت أقرأ من المصحف بصوت عالي. الشخص ده توقف لثواني وحسينا إنه ممكن يكون هيرجع لورا، لكن فجأة بدأ يتحرك بسرعة ناحيتنا تاني. هاني حاول يقاوم، لكن الشخص ده مسكه بقوة وبدأ يسحبه ناحيته. حاولت أساعد هاني، لكن القوة اللي كانت في الشخص ده كانت مش طبيعية. في اللحظة دي هاني صرخ بصوت عالي وقال لي: اهرب يا تامر، مفيش فايدة. أنا حاولت أمسك في هاني، لكن الشخص ده كان أقوى مننا بكتير. هاني كان بيصرخ وأنا كنت حاسس بالعجز والخوف. في النهاية هاني اتسحب جوه القبر واختفى، والشخص ده اختفى معاه، وكل حاجة رجعت هادية تاني. أنا كنت مرعوب وقتها ومش قادر أصدق اللي حصل. خرجت من المقابر بأقصى سرعة وقلبي كان مكسور على صاحبي اللي فقدته. الليلة دي كانت النهاية المأساوية لحكايتنا. هاني مرجعش، وأنا فضلت أعاني من الرعب والكوابيس كل ليلة، لكن روح السفاح حبيب مرتاحتش، وروحي بقت مليانة رعب وحزن على صاحبي اللي راح. القصة دي علمتني إن في حاجات في الحياة مش لازم نفكر فيها قوي أو نتعمق فيها، والأحسن إن احنا نتجاهلها. الرعب اللي عشناه كان حقيقي وكان له نهاية مأساوية أثرت فيا بشكل كبير.